يا متين يا ربي. النهارده يا كابتني عندنا تمرينة سحب من احسن الزوايا الفعاله. كل اللي عليك اللي انت تنزل تكتب لي كلمه السر في الكومنتات يا متين يا رب. تتاكد انك تكون عامل اشتراك للقناه وشير لصاحبك كوبايه القهوه بتاعتك عشان الفيديو مش هيكون قصير لكن كل دقيقه هتكون دسمه. يلا بينا. هنبتدي اول تمرين النهارده معانا على التي بار. احسن تمرين ممكن يقدم لك ثبات اكتر في التمرين وفي نفس الوقت تقدر تحط فيه وزن كبير من غير ما تبقى بتنتج بظهرك. اي تمرين بيخليك ساند جسمك ومفصل او اتنين بس اللي شغالين. انا بحب التمارين دي قوي ليه بتخليني متحكم 100% والعضله اللي انا عايز اشغلها هي بس اللي شغاله. يلا بينا. انا هبتدي اول حاجه تسخين. الاول بحب اعمل 20 عده، بعد كده اخش بقى اتقل وزن على طول. فحطيت الوزن بتاع ال 20 عده. طبعا مش محسوبه المجموعه دي، وخلي كوعك لبره شويه مش 100% بس لبره شويه. افرد صدرك كويس، بعد كده ابتدي اسحب. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. اول 10. يلا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. انا هدفي بس من المجموعه دي اللي انا ازود ضغط الدم في المكان اللي انا عايز اتمرن بيه، اللي هو الابر باك او الظهر بشكل عام والعضلات المساعده في نفس الوقت. مش هدفي ان انا اشيل وزن تقيل ومش هدفي ان انا اخش مجموعه حقيقيه. فدلوقتي هستريح دقيقه كامله، بعد كده ابتدي باتقل وزن على طول. بعد ما خدنا دقيقه راحه حطينا اتقل وزن نقدر نشتغل بيه وادخل اول مجموعه شغل. تعالى معايا. اهم حاجه بسم الله. انا عاده على التي بار بحط 5 أو 6 بلاطات، بس الجهاز ده مختلف شويه وتركيبته مختلفه، فبالتالي 4 دلوقتي كبدايه شيء كويس. بسم الله. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 عدات فور رينج اوف موشن، وده المطلوب. انا بالنسبه لي اجيب 8 عدات او 10 عدات فور رينج اوف موشن عدات كامله احسن بكتير ما اجيب 12 و15 عده نص عده بس. 3 دقايق راحه واخش على الشكل اللي بعده. هندخل بعديها كابتني سحب عالي مقلوب. همسك ايدي من بعد الكيرف واخلي ايدي مقلوبه المسكه العكسيه بتاعتنا. هميل ظهري شويه لورا وابتدي اسحب على نص الصدر بالظبط عشان برضو استهدف الابر باك واللاتس شغاله معانا كده كده. بس انا النهارده الهدف بتاعي اكتر اللي انا اركز على نص الظهر من جوه مش اللاتس نفسها. وده ترتيب التمارين اللي هيقدمه لنا بتاع النهارده. تعال نشوف كده الدنيا فيها ايه. هحط من نص الكيرف بالظبط، من نص الكيرف بالظبط. طبعا ده اتقل وزن على طول هبدا بيه. هميل شويه لورا وابتدي اسحب لحد الصدر. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. اهم حاجه كل عده تبقى عده كامله وما تغشش ابدا. العدات اللي ممكن تغش فيها هي كويسه بس مش في كل المرات، يعني فترات معينه. انا النهارده هدفي ان انا اعتمد على قوه جسمي من غير اي ادوات مساعده زي الشداد او الحزام، وفي نفس الوقت اتمرن في الحدود بتاعه المدى الحركي الكامل. 5 دقائق راحه ويخش اللي بعده. ندخل بعديها ماشين بالوان هاند. المفروض كنت اخدها بالدمبل بس انا دلوقتي هاخدها بايديا الاثنين عشان انا مكسل بصراحه. نظبط الوزن. بص يا سيدي تعالى كده. الماشين دي فيها ماسكه كده وفيها ماسكه كده وفيها ماسكه من تحت. انا هاخد الماسكه اللي من تحت. بسم الله. 2 3 4 5 6 7. واضح ان الكسل ده شيء مش كويس لان الزاويه اللي انا خدتها بدل الزاويه اللي كنت المفروض اخدها اصعب دلوقتي. انا خدت بالي. هاخد 3 دقايق راحه واخش على اللي بعده. ندخل بعدها كابتني كتف خلفي على الماشين الباتر فلاي وانا ماسك المايك كده علشان هم معليين الصوت قوي واغاني كمان مش حلوه. يلا بينا.
ثبته هنا، خلي دي في مستوى كتافك واعمل كده. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. الكتف الخلفي من العضلات، تعالى يا كابتن اقعد قدامي كده نتكلم شويه بما ان احنا قاعدين. يعني الكتف الخلفي من العضلات الصغيره اللي المدى الحركي بتاعها في الحركه دي مش كبير قوي، وفي عضلات تانية كمان بتساعده. فبالتالي لما بتيجي تتمرنه بلاش تحط فيه اوزان كبيره قوي، بل حط فيه الوزن دايما اللي يخليك حاسس بالعده بتاعته والانقباض بتاعه كويس جدا. وصدقني هيتطور بالشكل ده. مش لازم تحط وزن لدرجه تقعد تعمل كده وكانك بتسحب وزن تقيل قوي، مش لازم خالص. ندخل بعديها على العضله المفضله الى قلبك، انا عارفها كويس، عضلات البايسبس يا كابتن. فانا النهارده هاخدها بالبار الزجزاج حر علشان اخلي عضلات التوازن والعضلات اللي بتمسك العضلات الداخليه او العضلات الكبيره يعني تشتغل اكتر. وفي نفس الوقت انا النهارده هدفي ان انا اخلي الجهاز العصبي بتاعي متحفز اكتر، وده بيحصل من الاوزان الحره. يلا بينا، بسم الله. نقف كده، ثبت كوعك كويس في جسمك واتني ركبك تانية بسيطة، شد عضلات بطنك وابتدي اطلع لحد فوق وانزل تاني. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. لو انت طالع من الكابلات والماشين وجيت تتمرن بالاوزان الحره، صدقني هتبقى تجربه ممتازه جدا ليك، والتمرينه هتبقى ممتعه بشكل مختلف تماما. بيبقى كل دور فيها ليه تحدي. انا دلوقتي ده اول شكل ليا، هستريح 3 دقايق واخش على الشكل اللي بعده. بس اهم حاجه خد بالك من نقطه مهمه وانت بتتمرن بايسبس، عشان فعلا تشغلها لازم تثبت المفصلين اللي هم بيشغلوها، مفصل الكتف ومفصل الكوع. فخد بالك ان انا كنت شغال كده مش بعمل كده، مش ده هدفي النهارده. انا مثبت كوعي، بنزل للاخر، بطلع للاخر، بايسبس بس هي اللي شغاله. 3 دقايق راحه، خش على بعده. ادخل بعديها يا كابتني 1 هاند، بس زياده غلاسه على الجهاز العصبي. انا هروح احط ظهري في الحيطه واثبت المفصل بتاع البايسبس في الحيطه اللي هو بتاع الكوع واعمل كده بس بالظبط. تعال نشوف الدنيا هتمشي ازاي. انا طبعا دول 25 فربنا يستر بقى. Last one. اهم حاجه اللي انت تبقى غلس في التمارين بتاعتك علشان جسمك ما يتعودش. لما انا ثبت الجذع بتاعي وكوعي، فبالتالي محمل اكتر على العضله اللي انا المفروض اشغلها، وبخلي العضلات المساعده ما تشتغلش، فبالتالي حمل اكبر على العضله المستهدفه، فتطور اسرع باذن الله. زي ما انت شايف يا كابتني، جيت على ماشين السحب العالي علشان اتمرن سواعد يا كابتن. واقعيا الجيم زحمه جوه، فانا قلت اما اجي اتمرن هنا يعني مش اكتر. بص يا سيدي، انا جبت دمبل 10 علشان اتمرن بيه الحركه دي كده. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. الوزن هيكون خفيف في الحركه الثانيه، فجبت دمبل 12 ونص وهعمل العكس. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. ادخل بعديها ترابيس. الزاويه دي انا بدات احبها جدا جدا جدا، رغم اللي كنت الاول مش مقتنع بيها، واللي هي انت بتمسك كده وبتسحب كده. فعلا لقيت منها نتيجه حلوه، وكمان حاسس العضله شغاله زي الدمبل بالظبط. وبما اني شخص كسول جدا بره التمرين او جوه التمرين، فقررت ان انا اخدها هنا. يلا بينا. بص يا سيدي، بتفرد تحت خالص، بعد كده بتبدا تسحب كده. 1 2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12. ربنا كرمني النهارده، كل ما اكثف في تمرينه واخد تمرينه تانية مكانها بتبقى اقوى منها مع الاسف. لازم تجرب التمرينه دي في الترابيز بتاعتك، سواء بتاخدها في البروس بليت او البوش بول، صدقني هتلاقي منها تطور كبير جدا جدا جدا. كده يا كابتني خدنا تمرينة سحب النهارده من احسن الزوايا الفعاله. انا كده خلصت تمرينة الحديد، فاضل لي تلت ساعه كارديو بس. انت لسه فاضل لك شويه حاجات ممكن تعملها، زي مثلا ان انت تعمل اشتراك بالقناه عشان يجي لك فلوجات زي دي كتير. ولو عندك سؤال في اي حاجه سيبه لي في الكومنتات او حتى ابعتوا لي على انستجرام. والنقطه اللي انت محتاج تعرفها، اللي انا كل يوم بكبر بيكم، فوجودك مهم. شكرا جدا ليك، ولو احتجت اي حاجه اخوك موجود. سلام.